ابد لا تلوم حظك لانك تفقد شي بحياتك. كل انسان يملك شي، هواي ناس يحسدوا عليها لكنه هو مو حاسس بالنعمة اللي عنده. مو شرط تكون فلوسه ورفاهية، يمكن تكون صحة، يمكن تكون سعادة وقناعة، يمكن تكون محبة الناس. Welcome in Korea Story for movies and series. هذا المسلسل تحفة جديدة من كوريا يا أصدقاء. البداية نشوف رجل سايق البلدوزر ومحمل الذهب ورماه بحفرة كبيرة، وبعدها جماعة تغطوا هذه الحفرة بالإسمنت صارت كونكريت. والأخبار بالتلفزيون الكل يتكلمون عن البيج ماوث، الفم الكبير، أو بعض الناس يلقبوه الفار الكبير، أو حتى من ألقاب العنكبوت. جرائم قتل، اعتداء، تحرش، سطو إلى آخره، والكل نفسهم يعرفون من هذا الشخص. صباح الخير. ميهو صحت على رنة المنبه بتليفون زوجها ولأنها مزعجة وتزعجها كل يوم. رفسته ووقع على الأرض. ميهو تقول له يلا صح اليوم ينتظرك جدول أعمال ضخم. بارك تشانغ يقولها ظهري انكسر. تقول له لا حبيبي كل يوم أدفعك وما انكسر منك شي. دخل للحمام واستعمل مرطب زوجته، ولما دخلت شافته صرخت وتقول له أنت تعرف ثمنه؟ أنت تعرف كل مرة استعمل قطرة منه حتى ما يخلص بسرعة. يعني يا أصدقاء أغنية المسيطرة تنطبق على ميهو. وبعدها تقول له إذا خسرت قضية اليوم لا ترجع البيت. يقول أنا أفضل محامي. تقول له واضح يا عمري. وبالمحكمة يسولف ويا والد ميهو. بارك تشانغ ينادي والدي ويقول له اقترضت مبلغ من شركة قروض حتى أصرفها على القضية، حتى اتفقت ويا القاضي يتعاون وياي. جي وانغ يقول له نصحك تفوز بقضيتك لأن إذا ميهو عرفت بموضوع القرض تذبحنا أنا وياك. دخلوا لقاعة المحكمة وتفاجئوا إنه القاضي تغير بقرار من المحكمة، وانصدم بارك وبالنهاية خسر القضية. والموكلين صاروا ويضربون جي وانغ ونروح للمستشفى. ميهو عملها ممرضة. صديقتها تقولها لو أنا متزوجة محامي أقعد ببيتي أهتم ببشرتي أهتم بغرفتي. ميهو تقولها حياتي هذه انتي، أما أني مو من أجل الفلوس أعمل هنا، أحب مساعدة الناس، هذه المهنة إنسانية، وانتي وامثالك تشوهتوا اسم ملائكة الرحمة. حكت لي بقلبي والله. ونرجع للمحكمة. المضروبين قاعدين ويسولفون واتصلت فيهم ميهو وبارك بلغها انه القضية خسرت، يعني ماكو فلوس. ميهو تعصبت وتقول له يا فاشل منين حندفع الإيجار؟ منين حنسد قروض البنك؟ اليوم إذا رجعت للبيت أذبحك وأنا أريد أنفصل عنك. بارك يقولها إذا انفصلنا والدي حيعيش وياي ويتركك. تقول له لا تهددني أريد أنفصل عنك. وراح بالليل الصديق المحامي أوسونغ ويقول له ما أعرف شنو أسوي. ميهو تريد تنفصل عني. أوسونغ يقول له وشنو يعني؟ إذا انفصلتوا حيخلصون المتزوجين بكوريا؟ لا حبيبي أنت لا أول ولا آخر واحد حينفصل عن زوجته، ولأن تأخرت تسديد القرض الشركة أرسلوا مسج بمضاعفة المبلغ. جي وانغ رجع للبيت وشاف بنته زعلانة ومنتظرة بارك. تسأل والدها إذا انفصلنا صحيح تعيش وياه وتتركني؟ يقول هي صح أنت قوية بس هو يضيع بدوني. وأخذ ملابس بارك بدون علم ميهو ونزل سلم الحقيبة. بارك يقول له رجاء حاول تقنعها تصالحني. جي وانغ يقول له خليني أحاول أقنعها تعفي عني بالأول. وهنا اتصال غامض وغريب البارك من المحافظ طلب مقابلته بهذا الوقت. أرسل للعنوان. بارك راح بسرعة المكان المقصود لكن الطريق كان ظلم مخيف وبارك حس بالخوف. ولما وصل العنوان المحدد التقى بالمحافظ تشويدو. هذا يقول له عندي لك قضية كل شيء ضبطنا بيها، حتى القضاة والمدعين العامين سلمناهم رشاوى واتفقنا وياهم، يعني انت بالاسم محامي. والقضية هي عن قتل دكتور من مستشفى جوشون. 3 من أصحابي متورطين بالقضية. الدكتور هان جاي، ليدو محامي المستشفى، تشاي بونغ قبل رئيس جامعة جوشون. بأحد الأيام صار حادث على الشارع العام، أكثر من سيارة صادموا. واحدة من السيارات الأصدقاء وكانت بها الجثة واعتقلوهم الثلاثة. بارك يقول له آسف أنا ما أشتغل شي حسسني بالعار. المحافظ يقول له انتظر أنا ضد أصدقائي لكن بنفس الوقت ما أريد العداوة وياهم، فاتفاقنا أنا وياك سري. أنا أتظاهر بمساعدتهم وأنت نفس الحالة، لكن بالحقيقة إحنا حنثبت إنهم مجرمين وسفلة، والدليل الوحيد ضدهم هو كاميرا سيارة الدكتور هان. لازم تعرف وين اختفت وتاخذ التسجيلات منها، وهذا المبلغ مقدما لك. بارك يقول له مثل هذه القضية أحتاج أتعب أكثر. ولما رجع اتصل بصديقه أوسونغ ويقول له أريدك تساعدني وحدفع لك لما استلم أتعابي. وثاني يوم راح للسجن حتى يقابل المتهمين، لكن الشرطي أخذ المكان تحت الأرض. ممر ظلم مخيف وبالاخير المتهمين عايشين حياة 5 نجوم بس هم مسجونين. يعني بارك عرفهم عن نفسه ويقول ماني محامي مطيع حنفذ اي شيء يطلبون مني، وهم ارتاحوا وصاروا يضحكون. ونشوف بارك متفق ويا أوسونغ يبلغ مكتب المدعي العام عن دليل ضد المتهمين اللي هو تسجيل كاميرا. وهنا شخص اتصل بليدو ويقول له من سرب الخبر منكم.
بارك لما خرج رمى كوب القهوة اللي كان بيده، وهذا الكوب بجهاز تنصت، وسمعهم يتهمون زوجة الدكتور هان لأنها هي اللي أمنوها على تسجيل الكاميرا، ويقولون بس احنا الثلاثة وزوجتك نعرف بموضوع التسجيل. بارك اتصل بالمحافظة وبلغوا، وراحوا بسرعة لمكان عمل هايجين زوجة الدكتور، لكن هناك سمعوا صرختها، ولما ركضوا لغرفتها كسروا القفل، شافوها مضروبة وكان شخص يحاول يذبحها لكنه هرب لما الجماعة وصلوا قرب الباب. ولما هدى الوضع بارك يسأل هايجين عن تسجيل الكاميرا ويقولها قبل ما تفكرين تنكرين، زوجك بلغني بكل شيء وهذا تسجيله الصوتي. لما يقول التسجيل عندك وبعد ما اعترفت انه التسجيل وياها، بارك يقولها واضح الجماعة لهم شريك رابع. من هو؟ هايجين تقول له جون جي هون، وراحت وياه للمعبد، كانت مخبية الفلاش ميموري عند الكاهن وسلمته البارك. هذا يقولها تعرفين عقوبة المزور او مدمر الأدلة، اتمنى ما تكونين منهم. قالت لو انا اتمنى تبقى سالم بسبب هذه القضية. ولما رجع المكتبة شاف الفيديو، كانوا الثلاثة وياهم الدكتور المقتول، ولأن عنده اوراق ضدهم ما وافق يسلمها، ليدو ضربه لحد ما مات. وبعدها اتصلوا بشخص غامض بلغوه بالحادث، وهذا طلب منهم يتخلصون من الجثة والبحث عن الاوراق المطلوبة. بارك يشك ان هذا الشخص هو اللي قالت عنه هايجين جون جي هون. وبالبيت ميو تتعشى ويا والدها ورن الجرس، ولما فتحوا الباب دخلوا موظفين البنك وبيدهم قرار مصادرة اي شيء ملك بارك لانه ما سدد القروض. جي وانغ اتصل على بارك وبلغه ويقول له ميو معصبة، واذا تسمع بقرض يوم القضية تتعصب اكثر، لكنها كانت خلفه وسمعته واخذت التليفون منه. قالت البارك انت عديم المسؤولية وحتدمر عائلتنا. بارك بسرعة راح للبيت وسلم الفلوس لزوجته ويقولها ماكو اي مشكلة، اخذي الفلوس وبيدي تسلميها للبنك وخلصنا، ووعدك من هذا اليوم كل شيء حيتغير وتصالحوا. وبقى يتحايل عليها حتى يلعبون شطرنج لكنها قافلة. وثاني يوم طلع الصبح من البيت واتصل بشخص قال له المحامي بارك شانك اريد اقابلك بخصوص موضوع مهم. ولما وصل بيت الشخص كان هو نفسه جون جي هون. بارك يقول له عندي فيديو ضد جماعتك وانت اتصلت بيهم بموضوع الجثة واتصالك واضح بالفيديو. بكل اختصار اريد ابيع لك الفيديو ب3 مليار وون. جون جي هون ما تأثر نهائيا وقال اللي تريده عمله، وخلينا نشوف منو حيتأذى بالاخير. بارك خرج مصدوم وحيران، شنو هذه الثقة والقوة اللي يملكها جون جي هون؟ اتصل بيه المحافظ ويقول له اريد اقابلك. بارك يقول له اسف اليوم ما اقدر لان ذكرى زواجي. الفيديو حرس له المدعي العام. المحافظ يقول له اوكي ارسله. وبالليل ميهو وجي وانغ وصلوا مطعم فخم بافخم الفنادق. بارك شانغ وعدهم بهذا المكان بمناسبة ذكرى زواجهم. بارك اتصل بالمدعي العام لكنه ما جاوبه وارسل له مسج كتب له لما تشوف رسالتي اتصل بيه، انا محامي المتهم بقضية الدكتور جاي يونغ. اتعشوا والمدعي العام اتصل على بارك طلب مقابلته. بارك ترك عائلته وهذه الموظفة سلمته كوب قهوة مثلجة، شكرها وراح لطريقه. وبسيارته بعد ما شرب القهوة حس بصداع، فقد السيطرة على نفسه، صار ما يقدر يتحكم بتصرفاته. وهنا ضرب أكثر من سيارة وتاليها سيارته انقلبت لكنه ما مات، دخل غيبوبة ثواني. ولما صحى قال قررت من هذا اليوم أكون أكثر شخص حقير بالعالم.